جود افتر فول فول وطعمية وهيصة ومهلبية وسنة سعيدة عليكم كلكم وعليا وعلى الأسرة المصرية كلها يا رب. قبل أي كلام لازم نقول أهم حاجة السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش هقول واللي في جيبك هاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني بجد جدا 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 جدا. معلش احنا بنغيب عليكم بس بنحضر الفيديوهات النهاردة ان شاء الله بمفاجأة بإذنك يا رب جاية بنوه عنها. النهاردة بنوه عن المفاجأة اللي احنا هننزل بيها قريب ان شاء الله. هي متعلقة بمادة العلوم لرابعة ابتدائي. تمام. لمين بالظبط يا ولاد؟ بس لمين يا ولاد اللي في رابعة ابتدائي؟ مين بالظبط؟ بنتكلم عن مين؟ اكيد اكيد هنتكلم عن مدارس التجريبي واللغات، مادة الساينس، لان احنا كنا قايلين مادة العلوم شرحناها الدرس الاول وشرحناه. ساينس فور بريماري فور، يعني مادة الساينس العلوم لسنة رابعة ابتدائي. بس انا زعلانة، عايزة اقول لكم ما تنسوش الاشتراك في القناة، اوعوا تنسوا. وكمان اوعوا تنسوا تفعلوا الجرس، قناة الأسرة التعليمية الشاملة. تشتركوا وتفعلوا الجرس وتشاهدوا إن شاء الله عشان تستفيدوا بإذن الله، عشان يوصل لكم أكيد كل جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمة الله. فما تنسوناش يا حبايبي، اوعوا تنسونا زي ما احنا ما بننساكوش أبدا، وبنهتم بكل حاجة متعلقة بطلابنا وحبايبنا. اوعوا يا حبايبي تنسونا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتشرفونا طبعا، وما تنسوناش ابدا، واحنا مش هننساكم عشان احنا زعلانين ان انتوا ما بتفتكروناش زي ما احنا بنحبكم ونفتكركم. فشرفونا في صفحتنا على الفيسبوك، جروب قناة الأسرة التعليمية الشاملة، وكمان على اليوتيوب قناة الأسرة التعليمية الشاملة. وانتوا بتوحشونا كتير، اوعوا تنسوا، ما تنسوش. يلا يلا يا ولاد، على بركة الله النهاردة جايين نشرح مادة الساينس، وبإذن الله ما تقلقوش خالص، هتكون سهلة. معلش متأخروا عليكم، بس هتكون سهلة وبسيطة وشيقة. وأول حاجة هنقولها النهاردة بإذن الله الأهداف اللي هناخدها من أول درس بإذن الله لمادة الساينس. على فكرة هم وحدات بسيطة جدا، فما نقلقوش، يعني 4 دروس تقريبا، فإن شاء الله هيكون الدروس سهلة وبسيطة. المهم نقول على بركة الله ونشرح، وهنقول أهداف الدرس عبارة عن ايه، والساينس عبارة عن ايه، تعريفاته ايه، الكتلة معناه، كل ده بنقول ماس، وكله هنشرحه. يلا نبدأ بسرعة، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. يلا بينا. اسمح لي يا فندم أشرح نيابة عنك بإذن الله، وهخلي الطلبة يعرفوا يشرحوا كويس جدا. يا ريت يا فندم وركزوا معايا يا ولاد، عشان يلا نشرح ونفهم ونقول بالظبط الساينس عبارة عن ايه. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن lesson objectives، يعني أهداف الدرس. احنا بندرسه ليه؟ recognize the length mass measuring tools، لازم نعرف أدوات القياس، الطول والكتلة. name the length mass measuring units، بنعرف وحدات القياس. كل ده هنقوله ليه؟ measure the length of different objects، يعني بنقيس أطوال الأجسام المختلفة في الدنيا بحالة. find the mass of different quantities of matter، يعني بنعين الكتلة الكميات المختلفة في المادة. calculate the volume of regular shape solid object، يعني بنحسب حجم جسم صلب ومنتظم الشكل. يعني ايه يا ولاد؟ لازم الدرس ده بعد ما هنطلع منه ونخلصه هدفه الأساسي أعرف أطوال الحاجة، الطول بتاعها ازاي بقيسه، وبعرف الكتلة ازاي بقدر أحددها. تمام. وكمان لما أعرف الطول لازم أعرف إن أنا وحدات الطول عبارة عن ايه، اللي هو المتر، السنتيمتر، الكلام ده ولا لأ. والكتلة وحدات الكتلة برضو جرام، كيلوغرامز، وهكذا. تمام.
اما نيجي نقيس الاطوال الاجسام المختلفة، بقيسها ازاي؟ بعرف اقيس، بشوف القماش اقيسه بايه، بالمتر ولا لا، الكلوز يعني، او بشوف الميلك اللبن بقيسه بايه. تمام، كل ده لازم اعرفه. كمان بعين كتل الكميات المختلفة من كل مادة. يعني ده زي ما قلت لكم، كل مادة بقيسها باللتر ولا بالكيلو ولا بالكيلوجرام ولا بالمتر ولا بايه بالظبط. بحسب طبعا حجم الجسم الصلب، ده هناخدوه. جسم الصلب طبعا لازم يكون له طول والعرض والارتفاع المنتظم بالذات، زي الترابيزة، التيبل، ال مثلا نقول الكتاب، حتى البوك، اي حاجة بقدر اقيسها طالما صلبة ومنتظمة. يبقى shape solid object. solid object. تمام. solid يعني صلب، object طبعا يعني جسم. نيجي لصلابة الجسم. في نوعين من الأجسام. في أجسام صلبة طبعا، منتظمة الشكل، طول وعرض وارتفاع زي ما قلنا. وفي أجسام غير صلبة زي الزلطة كده، irregular shaped solid، يعني جسم غير منتظم خالص، شكله ملخبط كده، مش عارفين له طول وعرض وارتفاع. اوكي. find the volume of an irregular shaped solid object that doesn't dissolve in water. بس شرط ان الجسم الغير منتظم، الصلب الغير منتظم، ما يدوبش في المية. تمام، عشان اقدر اقيسه. اوكي. فهنا بيقولك ان انا اوجد او اعين الجسم الغير منتظم، اللي هو الصلب الغير منتظم اللي ما دابش في المية، اعين حجمه. اوكي. والجسم الصلب احنا قايلينه بنعين حجمه، ان شاء الله هنقوله طول والعرض والارتفاع، نضربهم في بعض. Prove by an activity that equal volumes of different materials have different mass. يعني ان انا بثبت بشكل، طبعا عن طريق الانشطه اللي هتبعها، الاحجام المختلفه طبعا materials، من المواد المختلفه في الكتله. يعني لو نفس القطعه شكلها زي القطعه التانية، دي خشب ودي بلاستيك، اكيد كتلة دي هتختلف عن دي، لكن رغم ان شكلها شبه بعض وقد بعض في الشكل يعني، لكن الماس طبعا لازم يختلف. اوكي. كل ده هنعرفه في الدرس ده. highlight the importance of measuring tools in our life. يعني بيوضح لنا أهمية طبعا القياس في حياتنا. كل حاجة بنقيسها، الشقة بتاعتنا ما بنشتريها بنقيسها، الأرض بنشتريها بنقيسها، القماشة بنشتريها بنقيسها، اللبس اللي احنا بنشتريه، الكلوزس بنقيسها برضو. كل أهمية القياس. التوقيت، الوقت، لما بكون في الإكزام بشوف برضو، بقيس الوقت، أنا خلصت قد إيه وفاضل لي قد إيه. طبعا الميجرنج مهم جدا في الحياة. فجينا للعناصر، الحاجات المهمة قوي اللي احنا هناخدها تاني. volumes of solid objects يعني أحجام الأجسام الصلبة. linear mass يعني طبعا الطول والكتلة بنعرفهم أكيد. masses of different matter volume يعني كتل الأحجام المختلفة أو للمواد المختلفة. طبعا مهم، يعني كل مادة بتختلف عن مادة تانية. كتلة الخشب مش زي كتلة البلاستيك. كتلة الورق، يعني لو مثلا عملنا صندوق ورق غير كتلة صندوق الخشب، وهكذا بيختلف طبعا. في هنا عندنا أجسام صلبة قلنا منتظمة الشكل، وأجسام صلبة غير منتظمة الشكل، regular و irregular. تمام. shaped solid object جسم صلب. تمام. قلنا regular و irregular، منتظم وغير منتظم. دي الحاجات المهمة اللي في الدرس اللي هناخدوها. لينجان ماس الطول والكتلة، والميجرنج measuring units اللي هو وحدات القياس، measuring tool او tools اللي هو ادوات القياس، وهكذا. دي الاساسيات اللي احنا هناخدها في الدرس ده. تمام. بصوا يا اولاد، لما نيجي احنا نبص حوالينا في المجتمع، في الدنيا، في العالم، هل تقدروا تحددوا الاشياء كلها اللي في العالم وتجمعوها؟ نقولوا مثلا عندنا مليون شيء، مليون مادة، مليون عنصر، ولا 2 مليون، ولا 3 مليون، ولا مليار، ولا ايه؟ تقدروا؟ طبعا لا.
تقدروا تعدوا الحاجات الموجودة حوالينا؟ طبعا لا. لو عدينا حاجات مش هنقدر نعد حاجات تانية. في حاجات سبحان الله كمان لا نعلمها حوالينا، بس احنا ما نعرفهاش لسه بنكتشفها يعني. تمام. طيب في اكيد الشكل والحجم والكتلة بتختلف من مادة لمادة. الشكل والحجم والكتلة بتختلف من مادة لمادة. تمام. كل ده هنعرفه. نيجي لنقطة مهمة كمان. لما نيجي مثلا نحط تلفزيون مكانه، تقدر تحط حاجة مكان التلفزيون اللي هو محطوط؟ طبعا لا. كده ملى الفراغ. ساعات مامي كده تدور على مكان تقول هنحط هنا مثلا التلفزيون ده عشان المكان ده فاضي، لكن لما احط التلفزيون مكان هنا بيتملى. بلاش كده. تعالوا انتوا لما تيجوا تخشوا الكلاس الفصل وتلاقوا مثلا كل واحد ليه الديسك بتاعه، التيشير بتاعه بيقعد عليه. هل حد يقدر يجي وانت قاعد يقعد في المكان ده، ولا انت شغلت الحيز والفراغ اللي موجود ومليته خلاص؟ محدش هيقدر يقعد على الديسك بتاعك طالما انت قاعد. تمام. يبقى دي المادة اللي ممكن بتشغل حيز من الفراغ. جيبوا كوباية مية بس فوتر واملوها كوباية فاضية الأول، وبعدين املوها. هتبصوا تلاقوا هل تقدروا تملوا عليها تاني؟ طبعا لا. ندخل بقى في الانجليش. we are surrounded by a countless. يعني احنا حوالينا countless number of things، العديد من الاشياء. ما نقدرش countless يعني لا تعد ولا تحصى. ما اقدرش اقول العدد زي ما قلت لكم 100 200 1000 2000 مليون، لا no. which are different in shape size and mass. يعني احنا عندنا المختلف في الشكل وفي وطبعا وفي الحجم وفي الكتلة. كل حاجة مختلفة في كل حاجة سبحان الله. all these things are made up of water of matter. يعني ان احنا كل هذه الاشياء بنسميها matter. الحاجات المختلفة في الشيب في السايز في الماس اسمها matter. خلاص. as you know matter is everything that has a mass and occupies a space. يعني معناها occupies يعني تحتل او تشغل. يعني المادة هي عبارة عن كل ما يشغل حيز من الفراغ وله كتلة. خلاص. يبقى نقولها تاني. ممكن نقولها بسرعة كده اللي هي matter. خلاص. that has a mass and occupies a space. دي تتحفظ. تمام. نيجي بعد كده when you buy some of those things such as مثلا clothes ملابس. طبعا بنعمل يا ولاد؟ لازم نعمل على قياس الملابس دي. سوري cloth اللي هو القماش. احنا ما بنيجي نشتري حاجات زي مثلا القماش او اللبن او اي حاجة، البائع بيروح يعمل بيقيسها لي، صح ولا لأ؟ بأي شكل من أشكال المادة نفسها، وهنقول دلوقتي. فأكيد الفندور البائع measures the length بيقيس الطول طبعا بتاع الكلوز. when you buy vegetables لما اهو كل مادة ليها قياس. لما باجي اشتري vegetables الخضروات، الفروتس الفاكهة، or meat اللحمة، رايز الرز، مكروني المكرونة. هي بيعمل ايه بقى؟ estimate the mass. and when you buy a quantity of oil you ask for volume of a liter more or less. يعني لما باجي اشتري الخضروات والفاكهة بيحصل البائع بيقدر كتلتها estimates يعني يقدر the mass اللي هو الكتلة. when you buy a quantity of oil لما اشتري كمية كده من الزيت. تمام. you ask for volume بسأل عن حجم الزيت ده هل هو اللتر ولا مور اكتر من اللتر ولا less اقل من اللتر. تمام. يعني قلت لكم كل مادة بتقاس حسب شكلها حسب طبيعتها. طبعا استحالة تمسك الاويل او الميلك وتروح حاطه كده وتقيسه بالمتر بالمزورة او الشريط المدرج. طبعا نو. استحالة تيجي تجيب التوميتو البوتيتوز الكلام ده كله وتقيسه بالمتر. نو طبعا.
كل مادة تقاس وفقا لطبيعتها، في بيقاس باللتر، في بيقاس بالكيلو، في بيقاس بالمتر. اوكي، كل مادة بطبيعتها وطريقة القياس. كده عرفني الدرس ده اقيس ازاي وحدات القياس. بقيس ايه؟ المواد كلها مختلفة ولا لأ، ولا difference، ولا فيها مواد ايه منتظمة ولا غير منتظمة. كل ده regular irregular، كل الكلام ده احنا عرفناه هنا. تمام، نيجي للمهم بقى ونحفظها قوي ان شاء الله التعريفين دول. mass is the amount of matter in an object. ولو تاني mass is the amount of matter in an object، يعني الكتلة مقدار محتوي جسم من مادة. mass is the amount of matter in an object. mass is the amount of matter in an object. اللي بعده volume is the space occupied by a matter. تاني volume is the space occupied by a matter. volume is the space occupied by a matter. يعني طبعا الفوليوم اللي هو الحجم، مقدار الحيز الذي يشغله الجسم، وده اللي انا قلته لكم. انا لو شغلت الكرسي ده هو ده حجمي. طبعا لو انا بدين وتخين، لا مش الكرسي مش هيكفيني، يبقى ده الحجم الاكبر. نقولها تاني، volume is the space occupied by a matter. تاني تحفظوها volume عشان هيجي complete في هيئة اكمل volume نقط، او ممكن يقولك is the space occupied by a matter نقط، بيكون ايه volume طبعا. خلاص، طيب قدامنا هنا صور طبعا. Here are some photographs for measuring tools of length, mass and volume. في عندنا صور لأدوات قياس زي ما انتوا شايفينها مرسومة اهي، عن الكتلة، عن الحجم، عن الطول. خلاص، try to identify them then complete the following table. يعني بيقول لكم بصوا للصور اللي محطوطة دي. تمام، عبارة عن أدوات قياس للطول والكتلة والحجم. حاول التعرف عليها. خلاص، تعرف identify، حاول يعني try to identify. ثم سجل البيانات بالجدول الموجود طبعا اللي في الكتاب عندكم في المدرسة، كتاب المدرسة. تمام، اوكي، الصور اهي، وهنقرا ونقول معناها بالانجليش يعني ايه. نشوف مثلا هنا على الشمال المكتوب باللون البنفسجي purple، ده اسمه common balance with two banks، يعني ميزان معتاد ذو كفتين، اللي بنشوفه عند الخضرية وبتوع الفاكهة والخضار، الميزان العادي. اللي على اليمين اللي مكتوب بالاحمر sensitive balance، اللي هو الميزان الحساس اللي هو عند الجوهرجية وبتوع الذهب. اوكي، دي طبعا الميزان المعتاد العادي بنشوفوه في السوق، في اي حتة، اللي بتوع الفاكهة بتوع الخضار، حتى في ناس برضو قديمة قوي بتوع اللحمة لسه عندهم. تمام، بس ايه بقت نادرة عندهم شوية، اسمها common balance with two pancakes. ادي كفة باللون الاحمر والتانية باللون الاخضر، يبقوا two pancakes. تمام، sensitive balance، ميزان حساس، ده بيستعمل في الايه المحلات الذهب. دول بيعملوا ايه يا ولاد؟ بستعملهم في الايه؟ بقيس المتر ولا بقيس باللتر ولا بقيس الكتلة ولا بقيس ايه؟ ها، ماس ولا لينج ولا ايه بالظبط؟ ها، افتكروا كده؟ احنا لسه قايلين الكلام ده، يلا بسرعة عشان نقول. common balance and sensitive balance in measuring masses، يعني بستخدم لقياس طبعا الكتل. measuring masses سايحة على بعضها كده، اتظبطت measuring masses يعني لقياس الكتلة. تمام، نقول تاني common balance and sensitive balance in measuring masses، يعني اللي هو الميزان المعتاد والميزان الحساس
بيستخدم في قياس طبعا الكتلة. ماسز الكتل، المفروض الجمع الكتل، ماسز الكتل. خلاص. common balance and sensitive balance in measuring masses. common balance and sensitive balance in measuring masses بيستخدم في قياس الكتل. تمام، الاتنين. اوكي كده معروفة خلاص، نحفظها. الصم common balance and sensitive balance in measuring masses بيستخدم في قياس الكتل. تمام. common balance and sensitive balance in measuring masses. common balance and sensitive balance in measuring masses. تمام، يعني بيستخدم الميزان المعتاد والميزان الحساس في قياس الكتل. خلاص، عرفنا يعني ايه كتل وعرفنا يعني ايه طبعا الطول والكلام ده. ندخل على اللي بعده. measuring ruler، اللي هو طبعا المسطرة المدرجة اللي انتوا شايفينها كده. دي طبعا المسطرة المدرجة دي اهي. واللي على اليمين measuring tape، شريط مدرج اللي هو بيقيسوا بيه القماش يا ولاد، اللي على اليمين ده. يبقى على الشمال اسمه ميجرنج رولر، مسطرة مدرجة اللي عندنا اللي بناخدوها واحنا رايحين المدرسة عشان نستعملها. تمام. والتانية ميجرنج تيب اللي هو الشريط المدرج. يبقى يا ترى الميجرنج رولر والميجرنج تيب بيستعملوا في ايه؟ ميجرنج رولر اللي هو المسطرة مدرجة، ميجرنج تيب الشريط المدرج، يا ترى بنستعملهم في ايه؟ مش عارفين بنستعمله ده في ايه وده في ايه. بنقيسه بيه ايه؟ كتلة ولا بنقيسه بيه طول ولا ماس ولا لينج ولا فكروا بنقيس بيه ايه بالظبط. حاولوا تفكروا بسرعة كده. بنقيس الماس ولا اللينج ولا بنقيس ايه؟ ولا الفوليوم مثلا؟ مش عارف، حد يقول لي هو يفكر. المسطرة الميجرنج رولر اللي انتوا بتستعملوها في المدرسة بتستعمل لإيه؟ a measuring tape and measuring ruler in measuring length، بقيس بيها طبعا الأطوال. تمام. يبقى measuring tape and measuring ruler in measuring length. measuring tape and measuring ruler in measuring length، بقيس الشريط المدرج والمسطرة المدرجة بقيس بيها ايه؟ الأطوال. تمام. الطول لينج، صح ولا لأ؟ بستعملها في الكلوز القماش. وبستعمل ممكن برضو في قياس الهاوسز المنازل، الستريت الشوارع، كل دي طبعا بشرائط مدرجة كبيرة طبعا، صح ولا لأ؟ كل ده هنعرفه بعدين. قولوا ورايا يا ولاد. a measuring tape a measuring tape and measuring ruler in measuring lengths. تمام. الشريط المدرج او المسطرة المدرجة بقيس الايه؟ الاطوال. الطول length. تمام. الفوليوم اللي هو الحجم. خلاص اوكي. والماس طبعا الكتلة. نيجي نخش على graduated cylinder اللي هو المخبار المدرج. graduated cylinder. تمام. المخبار المدرج يعني زي الكاس او الكوباية او الانبوب بس مدرج، يعني ايه؟ واخد درجات عشان اعرف اما احط الشيء جواه ابقى عارف انا حاطط قد ايه، بقيس بيه ده. تمام. graduated cylinder اهو، شايفينه مدرج بارقام اهو، شايفينه واضح جدا، صح ولا غلط؟ سواء بانبوب او سواء ايه على هيئة كاس، او ده مدرج وده مدرج، الاتنين واخدين ارقام ومعروفين كويس جدا ان انا لما هحط وصلت الرقم كام، لان ده هيستخدم في شيء قلناه. ايه هو؟ ها فكروا. مش قلنا علشان ان احنا نعرف كمية السائل الزيت، مش احنا لسه قايلينها من شوية؟ يبقى to know a quantity of مثلا oil milk، صح؟ يبقى ايه؟ graduated cylinder in measuring volumes، عشان اقيس الاحجام يبقى ايه؟ graduated cylinder in measuring volumes، عشان اقيس طبعا الاحجام. تمام.
يبقى graduated cylinder، احفظه كويس جدا. in measuring volumes. graduated cylinder in measuring volumes. ممكن تجيلكوا complete. تمام. احنا يا ولاد خلاص انتهينا من معرفة measuring tools. النهاردة هناخد measuring units، طبعا اللي هي وحدات القياس. measuring units are meter سنتيمتر، متر وسنتيمتر، يعني وحدة قياس. طبعا الطول المتر والسنتيمتر، يبقى measuring units are متر سنتيمتر. طيب mass measuring units are جرام وكيلو جرام. تمام، يبقى وحدة قياس الكتلة بتكون الجرام والكيلو جرام. تمام كده يا ولاد، مفهومة؟ تاني measuring units are يتحفظ متر سنتيمتر. mass measuring units are جرام كيلو جرام. وحدة قياس طبعا الطول بتكون المتر والسنتيمتر. وحدة قياس طبعا الكتلة بتكون الجرام والكيلو جرام. تمام. measuring units are متر وسنتيمتر. mass measuring units are جرام كيلو جرام. يلا بسرعة يا ولاد نشوف units for measuring lengths from smallest to largest، يعني وحدات القياس من طبعا للطول، الخاصة بالطول من الأصغر إلى الأكبر. نشوفها. number 1 a very small unit of measure is millimeter. يعني وحدة قياس صغيرة أو اسمها مليمتر. a small unit of measure الوحدة الصغيرة بس مش الأصغر is centimeter، ما بنكتبها اختصار cm. equal كام؟ 10 mm، يعني 10 مليمتر أو 10 مليمتر. تمام، دي وحدة قياس صغيرة بس مش الأصغر. الأصغر منها طبعا اللي هي ايه؟ ملي متر. تمام، الأكبر السنتيمتر أو السنتيمتر. طيب medium unit of measure الوحدة القياس المتوسطة اسمها ديسيمتر. الديسيمتر equal 10 سنتيمتر. تمام. a large unit of measure طبعا الوحدة القياس الأكبر شوية is a متر. المتر بيساوي equal 10 ديسيمتر equal 100 سنتيمتر، بس احنا ما كتبناش 100 سنتيمتر. تمام، يبقى المتر equal 10 ديسيمتر equal 100 سنتيمتر. اوكي. a very large unit of measure أكبر وحدة خالص بقى في الوحدات قياس الطول is a كيلومتر. الكيلومتر equal 1000 مترز. 1000 مترز يعني كيلومتر حوالي 1000، لا مش حوالي، هو فعلا 1000 متر. تاني units of measuring lengths from smallest to largest، من الصغير للكبير. احنا قايلين 5. a very small unit of measure is millimeter mm. a small unit of measure is centimeter equal cm mm. medium units of measure decimeter equal 10 cm. large unit of measure is a meter equal 10 decimeter equal 100 centimeter. a very large unit of measure is a kilometer equal 1000 meters. كده عرفنا من الصغير للكبير وحدات القياس ترجمتها ايه. وحدات القياس الطول هنا بنتكلم من الصغير للكبير. اصغر حاجة المليمتر، اصغر حاجة المليمتر. الاكبر شوية اسمه السنتيمتر او السنتيمتر. الاكبر شوية اللي هو اسمه الديسيمتر. الاكبر كمان اللي هو اسمه المتر. الكبير خالص اللي هو الكيلو متر. الكيلو متر بقيس مين؟ بقيس قلنا الشوارع، بقيس المدن. طيب المتر بقيس ممكن الشقق، بقيس البيوت. طيب الديسيمتر او الديسيمتر وبرده السنتيمتر بقيس حاجات برسمها في ورق، في رسومات، في خرايط بعد كده. اوكي. طبعا المليمتر والحاجات الصغيره قوي دي قياسات خاصه بالساينس وبالعلوم وبالاحياء والحاجات اللي احنا الجيولوجيا والكلام ده لسه مش هتاخدوه دلوقتي. نقولهم تاني ولا كفايه؟ نقولهم تاني بسرعه. units for measuring lengths from smallest to largest.
A very small unit of measure is millimeter. طيب number 2 طبعا a small unit of measure is centimeter. cm equal 10 mm. Number 3 medium unit of measure decimeter equal 10 cm. 4 a large unit of measure is a meter equal 10 decimeter equal 100 centimeter. A very large unit of measure is a kilometer equal 1000 meters. كده تمام. قولهم بسرعة تاني. number 1 a very small unit of measure is millimeter. A small unit of measure is centimeter. A medium of measure decimeter. والlarge متر. والvery large طبعا كيلومتر. كمان عايزين نعرف object size are estimated يعني تقدير حجم الأجسام. أقدر الجسم ازاي؟ في عندنا هقولها لكم بالعربي الأول. في عندنا أجسام صلبة منتظمة وأجسام صلبة غير منتظمة. منتظمة يعني معروف شكلها، طولها، عرضها، ارتفاعها، زي التيبل، الكرسي، التشير، الدور، كل ده معروف شكله إن هو منتظم. في irregular اشكال غير منتظمه زي مثلا هندخل على object size are estimated. اقدر الاحجام او اجسام الحجم بتاعها شكله ايه. في عندنا regular solids و irregular solids يعني احجام او اجسام منتظمه الشكل واجسام غير منتظمه الشكل. ندخل الاول على regular solids أجسام منتظمة الشكل زي التيبل، التشير. أوكي. The volume of a rectangle prism يعني اللي هو الجسم متوازي المستطيلات أو حجم متوازي المستطيلات، يبقى rectangular prism أو cuboid equal بقى length width height يعني طول في العرض في الارتفاع. تمام. That is the volume of a solid object is the product of length times width times height زي ما احنا قلنا يعني طول في العرض في الارتفاع. يبقى هنقول length times width times height يعني الطول في عرض في ارتفاع. طيب ندخل على the smallest unit of mass. احنا كنا لسه قايلين the smallest unit of mean length مش كده؟ أصغر وحدة قياس للطول. هنا لأ the smallest unit of mass أصغر وحدة للكتلة is a milligrams يعني اللي هو الملي جرام يعني. خلاص. and the smallest unit for measuring length is a millimeters مش احنا لسه قايلينها من شوية؟ طيب ندخل على التالتة the smallest unit for measuring fluid volumes is milliliters يعني الأصغر وحدة قياس للسوائل milliliters. اوكي. the smallest unit for measuring fluid volumes is a milliliters. الكلام ده لازم نحفظه. نقولها تاني. لما نيجي measuring regular solid لما نيجي نقيس الجسم المنتظم الشكل بنقول ايه بقى؟ بنقول length times width times height يعني طول في العرض في في الارتفاع. طيب أصغر وحدة للكتلة the smallest units أو unit وحدة بس unit of mass is milligrams يعني الملي جرام. طيب the smallest unit for measuring length أصغر وحدة للطول is millimeters يعني مليمتر. the smallest unit for measuring fluid volumes قلنا volumes is a milliliters يعني مليلتر. يبقى أصغر وحدة للكتلة هو الملي جرام، أصغر وحدة للطول هو المليمترز أو مليمتر،
واصغر وحدة لاحجام قياس احجام السوائل الليكويد، يعني اللي هي بتكون الملي لتر. الملي ايه لتر. الكلام ده يتحفظ جدا يا ولاد. عندنا هنا اللي هو الايه كيوبايد، اللي قلنا فيه لينجس، ويدز، هايز، طول، عرض، ارتفاع، صح؟ نعمل ايه عشان نحدد حجمه؟ نضرب الطول في العرض في الارتفاع. الفوليوم بتاعه حجمه لازم نعمل length times width times height. تمام. تاني length times width times height. نحفظ الكلام ده كويس جدا يا اولاد لاخر جزء ان شاء الله، اللي هو تقدير الاحجام او الاجسام الغير منتظمه. تقدير احجام الاجسام غير منتظمه. اوكي، نقوله بقى. نبدأ على بركة الله. estimating the volume of a regular shaped solid object. نعمل ايه عشان نقدرها؟ get a graduated cylinder containing a quantity of water. نجيب عبارة عن مخبار مدرج ونحط فيه كمية من المية. record the reading of the level of water. نسجل مستوى المية اللي محطوطة في المخبار المدرج in the cylinder. Then gently place a small pieces of marble into the cylinder. نجيب قطع من الرخام الصغير ونحطه جوه المخبار المدرج اللي فيه المية. and keep adding a number of marble pieces. record the level of water in the cylinder each time. نسجل طبعا مستوى المية في المرة التانية، يعني نسجلها في المستويين في المرتين. أول مرة من قبل ما نحط قطع الرخام نسجل المية مستواها فين، وتاني مرة برضو لما نحط قطع الرخام نسجل المستوى المية محطوط فين، وصل فين يعني. وبكده هنعرف حجم الجسم هنا الغير منتظم اللي هو الماربل أو الرخام. تمام. يبقى a regular shaped solid object's volume نقدر نحسبه ازاي؟ volume of water and solid together minus volume of water only. يعني احنا نعمل ايه؟ نحسب حجم المية مع الجسم الصلب، ننقص منه حجم المية بس. اوكي، volume of water and solid together minus volume of water only. يبقى volume تاني of water and solid together نحسب الاتنين مع بعض minus volume of water، ننقص منهم حجم المية بس. اوكي، كده هنعرف regular shaped solid objects volume. هنعرف نحدد حجم الجسم طبعا الصلب الغير منتظم. نقراها بسرعة تاني. estimating volumes of a regular shaped solid object. نعمل ايه؟ get a graduated cylinder containing a quantity of water. يكون يحتوي على كمية من المية. record the reading. نسجل القراءة بتاعته of the level of water. قراءة مستوى المية in the cylinder اللي موجودة في المخبار المدرج. then gently place a small pieces of marble into the cylinder. نجيب قطع من الرخام الصغيرة في الاسطوانة ونسجلها طبعا. تمام، ونسجل الرقم كده خلاص. then record the level of water in the cylinder each time. في الحالتين، قبل ما نضع الرخام وبعد ما نضع الرخام. وبكده يا حبايبي نكون انتهينا ان شاء الله من شرح الدرس الاول لسون 1 لساينس للصف الرابع الابتدائي بريماري 4. وان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من الشرح. بس انا حابه اقول لكم ان شاء الله ركزوا قوي في الفيديو، هتلاقوا احنا ما سبناش لا صغيره ولا كبيره في الدرس الاول في الليسون 1. يا ريت تنتبهوا وتركزوا فيه كويس جدا، وان شاء الله هتستفيدوا وتدعونا. بس يا حبايبي انا عايزاكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ومفيد. وان شاء الله برضو تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك، صفحة او جروب طبعا قناة الأسرة التعليمية والشاملة. وطبعا هنا على القناة هنا اسمها قناة الأسرة التعليمية والشاملة بإذن الله تعالى. خلاص،
رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصل لكم كل جديد ومفيد بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.